السلام عليكم. بصوا، انا هقول لكم حاجه انا عارفه ان محدش هيصدقها علشان انا نفسي ما كنتش مصدقاها، ولكن هي دي الحقيقه المطلقه الوحيده اللي انا وصلت لها، ان ربنا سبحانه وتعالى اذن بتحرير المسجد الاقصى، ولكن بشرط اننا كلنا نرجع تاني عباد لله. خليكم معانا، هحكي لكم ايه اللي حصل معايا بالظبط وعرفت منين وتيقنت منين ان ده امر من ربنا وان دي رساله لينا كلنا. الفيديو اللي فات اللي منزلاه بتاع سلسله كسر حلقه الانحدار الاخلاقي في مجتمعاتنا، انا شارحه فيه ان انا من وقت مرضي الحمد لله وشكر الله بقيت بفهم رسائل ربنا ليا وبقيت بعرف القطها واحللها واعالج المشكله، فربنا سبحانه وتعالى بيصلح اي خلل في حياتي وبقيت عايشة في جنة الله على أرضه. اوكي، بقالي 2 أو 3 شفت فيهم 3 رؤى، وال3 كنت بصحى فيهم وقت أذان الفجر، أصحى أصلي ركعتين قيام الليل وأصلي الفجر وأقعد ما بنامش. أول واحدة فيهم اللي كانت غريبة جدا بالنسبة لي إن أنا كنت محبوسة أنا والشيخ الشعراوي في زنزانة في مستشفى، وان سريره فاضي وان هو واقف على عكاز بيتعكز وتعبان وعايز يطلع ورايح جاي في الاوضه رايح جاي، هو مش قادر يقف وتعبان جدا، وانا بحاول اساعده، عايزه اساعده بس مش عارفه اساعده ازاي، والمصحف جنبي على ترابيزه ومقفول. وصحيت من النوم. دي كانت اول رؤيه. تاني رؤيه ان انا داخله قاعه امتحان كبيره جدا جدا، والناس واقفه على الجنبين كلهم باصين لي كده اللي هم مترقبين يعني، وانا داخله وفي حد ماسك ايدي وانا داخله حاسه ان انا مطمنه ان هو معايا. اول لما دخلت وقعدت ما اختفى، ما لقيتهوش، وكل ما احس ان انا في حد في القاعه موجود معايا اعرفه عشان اطمن الاقيه هو كمان اختفى ومشي. في الاخر بقيت انا لوحدي وصممت ان انا اقعد واكمل الامتحان رغم ان انا كان معايا قلم كده يعتبر نص قلم يعني ضعيف خالص وصغير، وواقف حواليا امهات كتير بيساعدوني. دي تاني رؤيه. تالت رؤية طويلة هختصرها لكم، اخر جزء هو اهم جزء، ان انا بقيت واقفة على ارض بالليل في ليلة ضلمة وطلع لي شبح كده من الضلمة اسود وكبير وانا خفت جدا، وقعدت اردد خواتيم سورة البقرة كتير ورا بعض، ومرة واحدة فتح عينه طلع منها ضوء قوي جدا لونه موف فاتح قوي كده بنفسجي فاتح، وراح نزل على الارض نور الارض كلها حواليا وصحيت. 3 رؤى دول شغلوني في ان انا افسرهم، ولكن الرؤية الاولانية انا ما كنتش لاقيه لها اي تفسير، انا والشيخ الشعراوي محبوسين مع بعض في مكان واحد وانا المفروض اساعده ازاي. التانية بتاعت الامتحان، قاعة الامتحان، انا فسرتها بان انا وقتها كنت محتارة بين ان انا اسيب شغلي وبين ان انا ادخل في العمل التطوعي بتاع كسر حلقة الانحدار الاخلاقي في مجتمعنا علشان نساعد بعض باننا نتخلص من كمية الحوادث البشعة اللي بتحصل في المجتمع. ففسرتها على ان هي دي، ان فعلا ان انا عاملاها للامهات وفي امهات كتير حواليا بتساعدني. تالت رؤية دي بقى اللي كانت من قريب جدا، من مفيش 2 3 كانت فعلا مدتها قريبة قوي، فانا حاسه ان فيها رساله مهمه قوي ليا بس انا مش عارفه افسرها. انا واقفه وخواتيم سوره البقره، طب قعدت ارددها: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبرددها كتير لحد ما اليوم اللي انا كنت قاعده بجهز فيه الفيديو بتاع كسر حلقه الانحدار الاخلاقي عشان انزله. طبعا بتخلص من اي حد موجود في البيت عشان اقدر اقعد اشتغل براحتي، لان الولاد خناق بقى مع بعض فما بعرفش اركز. فكنت في الوقت ده متصلة جدا مع ربنا بقى وعايشة روحانياتي وقاعدة بدعي كده وانا بشتغل ان هو يا رب ده لوجهك الكريم، يا رب جرني خير الاجر والثواب. وبعدين اذن العصر فوقفت اصلي، حصلت معايا حاجة اغرب من الخيال. انا كان بقالي كتير جدا ما صليتش بسورة النصر، كنت ناسياها شهور كتير ما بصليش بيها. مرة واحدة وانا بصلي اول ركعة
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وربنا ألقى كده في قلبي وفي ذهني إن ربنا أذن بتحرير المسجد الأقصى، ولكن بشرط إننا كلنا نرجع تاني عباد لله، وإن مصر والسيسي هيبقى ليهم دور في التحرير ده، وإن الراجل ده صادق وبيتقي الله. ده اللي جالي بالحرف، والله على ما أقول شهيد، وكلكم خصومي يوم القيامة لو كنت بكذب في حرف واحد بس من اللي بقوله. أنا واحدة رحت للموت ورجعت وتعذبت بعذاب أهل النار في الدنيا، فما عنديش استعداد إن أنا أدوقها ولو لساعة واحدة تاني، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ربنا يعافينا. خلصت الصلاة وفي كده جسمي بيتنفض، في حاجة غريبة بتحصل لي أنا مش فاهمة في إيه. خلصت ونزلت الفيديو وعايزة أحكي ده لحد أي حد، بس لساني مش قادر ينطقه، محدش هيصدق اللي أنا بقوله، هيقولوا عليا اتجننت، هياخدوني يودوني السرايا الصفر. فبقيت قاعدة بفكر طب ليه ده حصل؟ طب اشمعنى أنا؟ طب إزاي ده حصل؟ طبعا أنا بفهم رسائل ربنا وبجري ورا الشفرات كده علشان خاطر أوصل للي ربنا عايزه مني. وأنا بدور أول حاجة وقعت في إيدي الفيديو ده بتاع دكتور مصطفى محمود، بيتكلم فيه عن ان ربنا بيوحي لكل الكائنات الحيه. وقتها فهمت اول حاجه ان انا لا انا نبي ولا اللي حصل لي ده حاجه كده من وحي الخيال، ده المفروض حاجه تحصل لكل البشر، دي حاجه طبيعيه لما البني ادم بيبقى متصل مع ربنا سبحانه وتعالى وبيبقى مالي قلبه بربنا وبيبقى يعني كل اللي طالبه وجهه الكريم، فربنا بيكرمه بده. مش انا بس، المفروض ان كل البشر تكون كده. ده ريحني. الفيديو هسيب لكم اللينك بتاعه تحت علشان تدخلوا تشوفوه وتتاكدوا من الكلام اللي فيه. طيب ده اللي حصل معايا، يبقى كده دي رساله من ربنا ليا. ربنا اوحالي ان الامر 1 2 3 بلغيه عودوا عبادا لله، مرهون باننا كلنا نرجع تاني عباد لله علشان ده يحصل. ربطته بالشيخ الشعراوي، الرؤية اللي شفتها أول واحدة. جريت قعدت أدور في الفيديوهات بتاعت الشيخ الشعراوي، لأن أنا الفيديو اللي أنا حطاه على الفيسبوك عندي المنشور المثبت ده أنا كنت شفته قبل كده من زمان أول ما حصلت. رجعت دورت عليه ولقيته بالحرف في الوصفة، بالحرف اللي هتخلصنا وهتنجدنا، بالحرف إن شئتم فأطيلوه وإن شئتم فقصروه، وإن ده وعد الآخرة، وإن ربنا ذكره في القرآن، والقرآن حق، ولازم هننتصر عليهم، ولازم هنخرجهم من هناك أذلاء، ولازم هنتبر ما علوا تدبيرا، هنهد اسمه ايه ده اللي انا مش هعرف اقول اسمه عشان ما ينسوش الفيديو على دماغهم. تمام. طيب ادي تاني حاجة انا فسرتها وطلع ليها منطق. تالت حاجة، ازاي اليقين التام اللي جوايا ده ان دي فعلا الحقيقة المطلقة، وان ده فعلا اللي ربنا عايزه، وان ده فعلا اللي ربنا اذن بيه. لان انا اكيد ما اتجننتش، اكيد عايزة الاقي لها تفسير، لحد ما شفت الراجل الطيب ده صحفي من غزة اسمه استاذ محمود العمودي، بيتكلم عن رؤية شافها من مدة ان بين العيدين في عيد، وفي منادي قال له قوم يا محمود كبر تكبيرات العيد. قال له عيد ايه ده؟ العيد اللي فات عدى والكبير لسه ما جاش. قال له قوم ربنا اذن بالنصر، قوم قول التكبيرات بتاعه العيد. هسيب لكم برضو اللينك بتاع الفيديو بتاعه تحت. الكلام ده حصل امتى بقى؟ اخر حاجه دي انا اتاكدت منها كانت اول امبارح او اول امبارح، من 3-4 ايام، من ساعه ما ابتديت انزل بوستات كتير ورا بعض عن نصرة اخواتنا وعن الكلام ده كله. ولكن لقيت، مش هقول ان مفيش استجابه، احنا الخير فينا كلنا ليوم الدين يعني، ولكن يعني ما كانش ربنا لسه اراد ان حد يسمع ولا حد يشوف، او علشان اطلع اتكلم يعني، رغم ان انا كان نفسي اكتب الكلمتين دول في بوست وخلاص، ولكن انا متاكده ان هم ما كانوش هيتشافوا، كان لازم ان انا
اطلع شخصيا اتكلم. فاستبشروا خير، ربنا سبحانه وتعالى اذن بالنصر. ما تصدقوش اللي بيقول لكم ان العالم بيخلص والدنيا بتنتهي، مفيش الكلام ده يا جماعه، ده مخططهم. هم عايزين يقنعوكم بكده، هم عايزين يقنعوكم ان خلاص العالم خلص والناس بتنتهي ومفيش تاني وبتاع وكوارث وغضب ربنا. مفيش الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعمر الارض. ربنا سبحانه وتعالى امر في القرآن ان لسه في وعد الاخرة، وان احنا لسه هنسوق وجوههم، وان احنا هننتصر عليهم. ما تسمعوش الكلام ده، لسه بدري. ما تصدقوش اللي بيقول لكم العالم بينتهي والدنيا بتخلص وخلاص وده غضب ربنا علينا وكلنا هنعمل، واليأس يدخل قلوبكم. مفيش. لا تقنطوا من رحمة الله. اولا لازم كلكم تقروا الاحاديث النبوية لاخر الزمان. بتقول ايه الاحاديث؟ بتقول ان احنا بعد ما هنحرر المسجد الاقصى ونخشه، المسلمين والعرب هيتحدوا وهيعملوا مع بعض اتحاد قوي جدا زي الاتحاد الاوروبي. ووقتها الروم اللي هم الاوروبيين هيصلحونا صلح امن، وهيبقوا هم في حالهم واحنا في حالنا، وخيرات اراضينا هتبقى لينا، ووقتها الارض هتتغير خيراتها، ووقتها المسلمين هيكونوا اقوياء جدا، وهيكون البلاد العربيه والاسلاميه قوه عظمى لا يستهان بيها، وهتبقى عصور خير ورخاء، وهنتعامل كلنا مع بعض بمعاملات الإسلام. لا هيبقى فيه حقد ولا هيبقى فيه كراهية ولا هيبقى فيه ضغينة ولا فيه خناق ولا مشاحنات ولا كل الظلام الدامس اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده. كل الكلام ده مش هيكون موجود، ولا فيه كبر. لسه القيامة مش هتقوم غير على شرور الخلق، أشر ناس في الدنيا. وقتها هتكون الكعبة هدمت وهم بيهدموها، هتبقى الناس بتهلل وفرحانين، والقرآن هيبقى رفع من الأرض ومن صدور المؤمنين، وإن المسجد النبوي والحرمين هيهجروا وهتسكنهم الذئاب والسباع. والكلام ده بعد ظهور المسيح الدجال بكتير، وبعد يأجوج ومأجوج، وبعد نزول سيدنا عيسى إن هو هيحكم الأرض 40 عام. لسه مين اتكلم عن الموضوع ده بشكل ممتاز وفسر الأحاديث دي بشكل أقنعني وأبهرني وريحني؟ دكتور حاتم عبد العظيم. في الفيديو ده أنا هسيب لكم لينكو تحت، شرح الأحداث اللي بتحصل في نهاية الزمان هتكون شكلها إيه، وبيتكلم عن النقطة دي تحديدا. فاستبشروا خير، ويا ريت توصلوا الرسالة دي. بقت أمانة في رقبتي وفي رقبتنا كلنا إن احنا نلف بيها الوطن العربي والعالم الإسلامي كله. فاستبشروا بالله خير، ربنا رحيم، ربنا إن شاء الله أذن بالنصر، ولكن شرط إننا كلنا تاني نرجع عباد لله. يعني إيه؟ أنا مفسرة ده في فيديو كامل. أنا أصلا كنت هنزله تبع سلسلة حلقة الانحدار الأخلاقي، اللي هي أول حاجة حضر الأساس النية القلبية للتغيير. هنزلها بكرة أو بعده، يعني وقت ما أقدر أخلص الفيديو. ولكن دلوقتي كلنا فرصة في الأيام الجميلة دي، أحب الأيام إلى الله والأعمال فيها أحب الأعمال إلى الله. كلنا كده نرجع ربنا بقلوبنا وندعي من قلبنا إن ربنا ينصرنا وينجينا، ونقول اللهم رد كيدهم في نحورهم، ونقول اللهم أرنا عجائب قدرتك في عدوك وعدونا. استغفروا ربنا كتير، توبوا كتير، استبشروا خير. يا ريت توصلوا الفيديو ده للأستاذ محمود، علشان في ناس كتير شككت فيه، وفي ناس كتير قعدت تقول له انت بتعملنا وانت اللي فهمته يعني من كلامه ان الناس كتير علقت امل على الرؤية دي، وهو خايف لانها تكون مش صح. فانا عايزه اثبته، يعني اقول له ما تقلقش ان شاء الله خير، واستبشروا في الله خير، وظنوا في الله خير، وفرحوهم ووصلوا لهم، خليهم يفرحوا معانا، لان هم دلوقتي في شده وفي ضيق. وقت العيد الصغير كان فيه هدنه، فكانوا قادرين يستمتعوا ويحسوا بفرحه العيد. دلوقتي هم مش قادرين، وما ينفعش احنا نفرح بالعيد وهم لا. تعالوا نرجع كلنا قبل يوم عرفه، وباذن الله انا كل يقين باذن الله ان دي الحقيقه، ان شاء الله ربنا اذن بالنصر وبالتحرير وببدايه جديده كلها خير 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 لنا كلنا. ان شاء الله الكلام اللي قلته يكون اقنعكم وصدقتوا. وان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي كلنا نقدر ان احنا نعيش الروحانيات اللي انا عشتها دي، وان ازاي نقدر كلنا نستقبل رسائل ربنا لينا
قبل يوم وقفة عرفة هحاول على قد ما اقدر انزل الفيديو ده بكره او بعده، على قد ما اقدر اشتغله. وفرحوا اخواتنا، ابعتوا لهم الفيديو ده، بشروهم، وانتوا كمان استبشروا. كفايه بقى كلام وحش، وكفايه خوف وظلم وقهر، والدنيا بتخلص، وربنا غضب، ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا كبير، ربنا جميل، ربنا مش عايز لنا غير الخير. الشر احنا اللي بنعوزه لنفسنا. فتعالوا نبدل كده نيتنا ان احنا مش عايزين شر، ان احنا بس عايزين خير. ان شاء الله خير.